صباح الخير، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة هنتكلم ايه اللي بيخلينا نفضل نحلم ونخطط بس ما بنعرفش نبدأ. كام مرة قلنا ان احنا هنبدأ بكرة والبكرة ده ما جاش. النهاردة انا مش هقولك كلام تحفيزي، النهاردة هنتكلم ازاي احنا فعلا نبدأ، ازاي نحقق خطوات صغيرة، والخطوات دي تفتح لنا باب كبير. مش هتحتاجي مثالية ولا استعداد كامل، انت هتحتاجي بس شجاعة انك تبتدي. خليكي معايا لغاية الاخر لانها ممكن تكون بداية التغيير اللي كنت مستنية طول الوقت. ويلا نبدأ. الأول خلينا عارفين إن النهاردة هو فرصة جديدة علشان نقدر نقرب من الهدف بتاعنا، يعني خطوة خطوة صغيرين. احنا مش هنستنى المثالية، هنبدأ باللي معانا مهما كان. ابدأي زي ما انتي، ابدأي باللي تقدري تعمليه حتى لو حاجة صغيرة جدا، لأن الإنجاز مش هيجيلك وانتي قاعدة مستنية، لكن هيجيلك من الحركة والسعي. حطي خطة بسيطة حتى لو الخطة دي صغيرة قوي، بس انك تعمليها دلوقتي تكون هي دي البداية بتاعتك. اهم حاجة انك لما تبتدي ما تقوليش بكرة. وكل انجاز صغير قوي انت هتعمليه هو اصلا بادئ بفكرة صغيرة قوي جواكي حركتك ناحية الانجاز. تاني يوم اصحي قولي صباح الخير، انا النهاردة يومي حلو، فرصة جديدة ان انا ابدأ صفحة بيضة. مش هكتب في الصفحة دي اي حاجة ما تلقش بيا، مش هحط في الصفحة دي اي حاجة زعلتني امبارح، مش هتقل على نفسي تاني ولا هرهق قلبي باللي هيحصل بعد كده ولا اي حاجة. انا ممتنة باللي انا فيه دلوقتي، ممتنة حتى ان انا قادرة احاول من الجديد، ان انا استحق يوم جميل ليا انا. مش هستنى ان الفرحة تجيلي من بره، لا الفرحة دي هتكون جوايا انا. هبتسم حتى لو مفيش سبب لده، ولا هسمح لحد تاني انه يطفيني. مش هستنى حد انه يديلي القيمة بتاعتي، لا انا عاملة قيمة لنفسي. وصباحي ده مش وقت هيخلص وانا مستنيه اليوم يخلص والسلام، لا انا هخليه بداية حلم وبداية خطوة لفرص جديدة أنا هعملها لنفسي. هبدأ يومي باللي يليق بيا وأنا فخورة ومطمنة وممتنة لكل حاجة حواليا. أنا فخورة باللي أنا فيه دلوقتي واللي هبقى فيه بعدين واللي أنا بحلم بيه. خليكي مؤمنة بقدراتك، كل يوم هو فرصة عشان تحاولي. ما تبصيش وراكي للي راح، خلاص كل حاجة راحت خلاص. اللي جاي وانتي مستعينة بالله هو ده الأجمل بإذن الله. كل ما تقدمي ولو خطوة صغيرة، خطوة صغيرة واحدة بس قادرة ان هي تقربك جدا من الحلم بتاعك. ما تسمحيش ابدا للشك انه يوقفك عن حلمك. ما تقفيش ابدا عن المحاولة ولا اي حاجة تحصل تضعف ايمانك بقدراتك. ما تستسلميش لاي فرصة انك تبتدي مرة كمان. خلي عندك ايمان في ربنا وفي الايام اللي جاية ان هيكون فيها فرح مع ربنا. ما تبصيش وراكي، طالما احنا مع ربنا احنا اقوى مما نتخيل بكتير، واقرب كتير قوي قوي من الحلم بتاعنا. خلي الدعاء بتاعك هو الرفيق بتاعك في الرحلة دي، وخليكي دايما متوكلة على ربنا. كل الايام اللي انت شايفة فيها تقل على حياتك هتعدي، لان ربنا شايف للقلوب ومبدل للظروف. خدي نفس عميق وادي قلبك لحظة سلام. مفيش مشكلة لو تعبتي ولا انك تحزني او تعيطي او تتألمي، كلنا بنعدي بينا نفس المراحل دي. لكن ما تنسيش انك تطمني، لان ربنا اقوى مما تظني، ولان ربنا اقرب لقلبك مما انت تتخيلي. والبشائر ما بتجيش فجأة، لكن بتيجي بالصبر وبتهدى للي وثق في الله في كل لحظة ضعف هو عدى بيها. وفي نهاية الفيديو لو الكلام ده لمسك لو حتى بكلمة صغيرة، ما تنسيش تعملي لايك وتشتركي في القناة عشان يوصلك كل فيديو جديد احنا بننزله. وشاركي الفيديو ده مع اي حد محتاج يسمع الكلام ده النهاردة. ربنا معاكم واشوفكم في الفيديو الجاي. باي باي.